صباح الورد والفل والياسمين، اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بالف خير وهنا وسعادة. تعالوا بقى مع بعض نطبخ مع بعض النهارده. انا قلت افتح كده الكاميرا ونطبخ مع بعض الفرخه الحلوه دي. هعملها كده زي ما بعمل البط، زي ما شفتوني كده الفيديو اللي قبل اللي فات. وانا عامله معاكم البط الدمياطي. هعمل النهارده بقى الفرخه بتاعتنا، هعملها بالمرتة زي البط كده تقريبا. تعالوا كده نشوف الطريقه بتاعتنا هنعمل ايه. في الاول جبت بقى الفرخه بتاعتي، غسلتها غسله حلوه وحطيتها كده في محلول النقع كده، ميه ومعلقتين سكر ومعلقتين ملح وليمون ودقيق. وبعد كده رقدتها كده في محلول النقع كده حوالي نص ساعه. وبعد كده اخدتها شطفتها شطفه حلوه وصفيتها وبقت معايا كده بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل المرتة اللي هي اساس الفرخه بتاعتنا النهارده. في بولة عندي كده، هجيب البولة بتاعتي. طبعا ده البصل ده انا مقطعاه كده، مقطعاه ناعم بالشكل ده لو انتوا شايفين اهو. ده البصل بتاع المرتة. هنزل عليه كده بالتوابل. التوابل بتاعتي بسيطة خالص، ملح، كمون، ونكتر كده الكمون بتاعنا كده شوية، فلفل اسود، معلقة صغيرة كده من الشطة او نص معلقة صغيرة من الشطة. والشطة طبعا حسب الرغبة، لو مش حابة ان انت تحط شطة مفيش مشاكل خالص، يعني كفاية ملح وكمون وفلفل اسود والشطة طبعا زي ما تحبي. هحطهم كده على المرتة عندي بالشكل ده، وهدعك ده كله كده مع بعضه. ادعكها كده لغاية لما البصلة كده تطلع ريحتها. المرتة دي بتودي الفراخ كده في حتة تانية خالص، بتبقى زي البط كده، يعني اما تيجي تشربي شربتها كده وتاكليها تحس ان انتي بتاكلي بط. الطريقة دي امي اللي معلمها لي وانا صغيرة. طريقة حلوة قوي اهي كده. خلاص حلوة قوي كده، حلوة قوي ماشي. وبعد كده هحط عليها شوية زيت كده صغيرين كده، حوالي معلقة زيت. واقلبها كده تقليبها بالشكل ده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. وبعد كده هجيب صينية عندي كده وهرفعها على النار، وهنزل فيها بشوية من الزيت، حوالي معلقتين زيت كده. واول ما الزيت يسخن عندي هجيب المرتة بتاعتي الحلوة دي وهنزلها كده في الزيت. كأنها هتقع. هديها تقليبة حلوة كده في الزيت بالشكل ده. بس انا عايزاها بس تستوى كده معايا في الزيت نص سوا كده، حاجة بسيطة كده بالشكل ده زي ما انت شايفين. وافضل اقلب فيها كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وبعد كده عندي هنا الكبد والقوانص انا مقطعاه كده لحتت صغيره، هنزلها عندي كده في المرتة وهديها تقليبه حلوه برضو اهو. الله على الريحه، طبعا الريحه طبعا طلعت دلوقتي ما شاء الله. الريحه جميله قوي بصراحه، بقى البصل بقى مع التوابل تطلع ريحه جميله قوي كده. خلاص المرتة بتاعتنا كده تمام اهي، نزلت ميتها وشربت الميه بتاعتها اهي. خلاص كده ما عادش فيها ميه اهو. هديها تقليبه كده. خلاص هي تقريبا كده 3/4 سوا. المرتة بتاعتنا كده تقريبا 3/4 سوا. هكمل سواها في الفرخ. خلاص هطلع عليها النار وهسيبها كده لغايه لما تبرد. وبعد كده هاخدها احشي بيها الفرخه بتاعتي. وبعد كده بقى جبت الفرخه بتاعتي اهو، طبعا صفيتها خالص من الميه اللي فيها. وهجيب المرتة بتاعتي، طبعا المرتة لسه ما بردتش، بس اعمل عشان انا مستعجله. هبتدي ان انا احشي الفرخه بالمرتة كده اهو، وهدخل لجوه خالص بالشكل ده. حاضر، هحشيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهاخد كده من المرتة كده
وهحشي كده تحت الجلد كده، حاول كده بالراحة عشان ايه تطعم كده الفرخة بتاعتي من جوه اهو. الطريقة دي بقى يا بنات تقولوا بقى الطريقة الدمياطي، الطريقة البورسعيدي، زي ما تحبوا، بس بجد هتاكلوا احلى فراخ، هتتبسطوا منها قوي اهو. ندخله كده تحت الجلد بالطعم اللحم بتاع الفراخ بتاعنا. هحشي بقى الفرخة كده كلها بالشكل ده لغاية لما اخلص كل الكمية اللي عندي. وكده خلاص خلصنا كده الحشو بتاع المرتة. هجيب بقى ايه، حشيت اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. هجيب بقى الابره والفتله وابتدي ان انا اعمل العمليه الجراحيه بتاعتنا بالشكل ده. هخيطها علشان ايه المرتة متطلعش منها. تمام اهو بالراحه كده. ده احلى عمليه جراحيه دي ولا ايه؟ اهو ابتدي ان انا اخيطها بالشكل ده. ممكن تعملها بخله، بس ممكن الخله المرتة تقع لو انت عملتها بخله. فانا بريح دماغي كده خالص وبعملها بايه، بابره وفتله بالشكل ده. بقوم مقفلها تقفيله حلوه كده وخلاص، عشان المرتة متطلعش منها كده. تمام كده حلوه قوي زي العسل. خلاص كده بقى الفرخه بتاعتنا جاهزه بقى ان احنا ايه نولع عليها ونعمل عليها شويه شرب حلوين كده. انا الطريقه دي بقالي كام سنه يا ربي، بقى اكتر من 20 سنه ما بعملش الفراخ الا بالطريقه دي. ما بحبش اي طريقه تانية للفراخ غير الطريقه دي، وولادي نفس الكلام برضو بيحبوا الطريقه دي. لو عملتوها تتبسطوا منها قوي وهتدعولي ان شاء الله يعني. بس كده تمام تمام تمام. يلا ونقفل الكاميرا عشان ايه نولع عليها. ونسيت برضه اقول لكم يا بنات حاجه مهمه، نسيت اهو بلف رجليها كده لفه حلوه كده علشان ايه تطلع مظبوطه معايا كده، عشان لما اجي احمرها ايه تبقى مظبوطه معايا. لفيت رجليها واقوم جايبه بقى السكينه وبغزها كده ايه تحت الجناح ايه كده ايه غزه صغيره بالشكل ده، عشان ايه طعم المرتة ينزل معايا كده في الشوربه، وعشان برضو المرتة اللي جوه تستوى كمان اهو. غزه كده صغيره كده من تحت الجناح بس كده اهو كده تمام. يلا بقى حلتي بقى على النار، هنزل فيها بشويه من الزيت حلوين كده. اول ما الزيت يسخن هنزل بقى بالمستكه والحبهان ورق اللورا اهو. بسم الله. وهجيب بقى الفرخه الحلوه بتاعتي اهو واديها تشويحه كده في الزيت. ابدا تقلبها كده بالشكل ده بس كده تمام. وطبعا انا مسخنه ميه كده في الكتل، هنزل عليها كده بالميه السخنه. بس كده خلاص بقى، واسيبها بقى مع نفسها بقى لغايه لما تستوي خالص. واحط لها كده شويه فلفل اسود وملح، واغطي عليها بقى واسيبها لغايه لما تستوي بقى. وتعالوا بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. وطبعا يا بنات مش هوصيكوا بقى، نقلبها كده على الجنب التاني علشان تستوي كده من الجنبين، ما نسيبهاش على جنب واحد بس عشان ما تتهراش من جنب واحد والجنب التاني لا. اهو ان شاء الله زي ما هي اهي، فكتش ولا جرالها حاجه زي العسل. قلبتها كده على الجنب التاني اهو، وهغطي عليها كمان عشان تكمل سوا. بسم الله. وكده خلاص الفرخه بتاعتنا اهي استوت كده تمام. هعمل ايه بقى تاني، هجيب بقى كده معلقتين كده من الصلصه بالشكل ده
واحط عليهم تقريبا كده معلقه زيت اهو. وهقلبهم مع بعض كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهاخد بقى الصلصه كده، هدهن بقى الفرخه بتاعتي علشان ادخلها الفرن. هي كده خلاص استوت كده تمام. انا عايزاها بقى ايه تتحمر كده، ايه تاخد وش حلو كده، تحمير حلو كده. هدهنها كده بالصلصه وهدخلها كده تحت الشوايه تتحمر معايا. سهله جدا وبسيطه وهتاكلي احلى فراخ. انا فرحانه النهارده يا بنات ان انا شاركتكم معايا الغدا بتاع النهارده. على فكره ما كنتش هصور حاجه، بس انا فجاه كده فتحت الكاميرا وقلت كده ايه اما نصور مع بعض النهارده الفراخ. كده خلاص تمام تمام التمام. هدخلها بقى الفرن تاخد لون حلو كده، وتعالوا بقى بعد كده نشوف شكلها بقى عامل ازاي. وده بقى شكل الفرخه بتاعتنا بقى بعد ما خرجناها من الفرن، اللهم بارك. شايفين متحمره ازاي وشكلها زي العسل وطعمها كمان وطعم المرتة ده. اعملوه وهتدعولي ان شاء الله حكايه، الطعم حكايه. اعملوها كده بنفس الطريقه وهتدعولي. وحاجه كده من باب التغيير، الفراخ بالمرتة احنا بنعملها على طريقه البط. البط طبعا بنعمله بالمرتة بنفس الطريقه. وممكن البصله بتاعه المرتة ممكن نحشيها كده وهي كده طريه، او ممكن نسويها كده نص تسويه على النار زي ما انا عملت مع الفراخ النهارده. بس عشان الفراخ بتستوي بسرعه فانا اضطريت ان انا اخد المرتة كده واخدها على النار، اديها تشويحتين كده على النار. اعملوها كده وان شاء الله هتدعولي باذن الله. وبعد ما تتحمر كده اديها كده رشه صغيره كده من الملح كده على وشها كده بالشكل ده اهو. رشه صغيره كده من الملح وشويه رز ابيض كده او رز بسمتي، وبالف هنا على قلبك يا ست الكل. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال، مفيش احلى ولا اجمل من كده. مع شويه رز ابيض بقى وشويه بطاطس، حاجه مفيش احلى من كده. احلى غدوه النهارده. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. والمرتة بتاعتنا كده ننزلها كده على الرز وبألف هنا على قلوبكم يا رب العالمين. حاجه اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك يا رب العالمين. وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب النهارده الفرخه المحشيه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومه بسيطه، وبألف هنا على قلوبكم يا رب.